ناس كتيرة جدًا حاولت إن هي تخس وفشلت، لكن الأسوأ من كده إن هم استسلموا بسرعة جدًا، وما فكروش حتى يدوّروا إزاي إن أنا أخس أو إزاي أوصل لهدفي ده، فالنهارده أنا جايب لك 4 غلطات أنت بتعملها مش بيخلّوك إن أنت تخس أو تنزل أي وزن. أول حاجة وهي إن أنت بتاكل وجبة واحدة بس في اليوم. التفكير الصح أنت ليه عايز تخس أصلًا؟ أنت عايز تخس عشان صحتك تبقى أحسن. أنت لمّا هتاكل وجبة واحدة بس في اليوم ده هيخلّيك إن أنت هتنزل على الميزان فعلًا، ولكن الصحة العامة جوّه الدنيا هتبقى بايظة ومش متضبطة خالص. هتاكل وجبة واحدة بس جسمك هيبدأ يحرق في نفسه فهتنزل على الميزان، وهتبقى فاكر إن أنا كده أنا أهو باخس والدنيا شغالة معايا تمام. الصح عشان تخس وهو إن أنت تدخّل لجسمك أقل من احتياجه اللي هو عايزه. بمعنى أنت جسمك لو محتاج حوالي 2000 سعر حراري في اليوم، أنت هتدخّل حوالي 1500 أو 1300 سعر حراري على مدار يومك، أقل من الكمية اللي أنت جسمك محتاجها الmaintenance بتاعك 2000 سعر حراري، فأنت لمّا تدخّل أقل من ال2000 هتبدأ تخس بالتدريج، هتبقى صحتك مضبوطة، هيبقى كمية الحرق عندك مضبوطة، وكمان الصحة العامة بتاعتك هتبقى مضبوطة. فأنت تدخّل لجسمك من 3 ل5 وجبات في اليوم. إزاي ممكن تقول لي 3 أو 5 وجبات كتيرة جدًا، لأ أنت ال1500 اللي إحنا اتفقنا عليهم اللي هو أقل من الكمية اللي جسمك محتاجها، ال1500 دول هتقسّمهم على ال3 أو ال5 وجبات بتوعك على مدار يومك بالكامل، بجانب ان انت كمان لما بتدخل لجسمك وجبات عددها كتير ده بيساعدك ان انت بتبدا تحرق زياده. نقصان الوزن او زياده الوزن لو انت بتحاول تبني عضلات، الموضوع كله عباره عن لايف ستايل، طريقه حياه، نمط حياه، انت ازاي بتعيش. انا دلوقتي شخص عايز ان انا اخس، فلازم هابدا ان انا اقلل اكلي وابدا ابرمج دماغي وابدا ان انا اعود نفسي ان دوت هيكون نظامي اللي انا همشي عليه على مدار حياتي، فهابدا ان انا ابقى شخص صحي، هابدا ان انا اخس دهون او ان انا ازيد حجم عضلات لو انا عايز، ايا كان هدفي اللي انا عايز اوصل له ايه. لازم تبدا تظبط نمط حياتك بالكامل على الحاجه ديت، عشان لو انت فقط كان كل اعتمادك ان انت هتاكل بسرعه جدا عشان تخلص الاكل ده فان انت تخس وزن او ان انت تخس الدهون اللي انت عايز تخسها ديت، هترجع تاني عشان انت ما غيرتش النقطه الجاب الاساسيه او الغلطه الاساسيه اللي موجوده عندك، اللي هي ان يومك مش متظبط او ان نمط حياتك اللايف ستايل بتاعك غلط من الاساس. تاني حاجة هي إن أنت ما بتعملش رياضة. أنت دلوقتي لما بدأت إن أنت تقلل أكلك شوية، تظبط الدنيا شوية أو إن أنت تسرع البروسيس أو تسرع النتيجة إن هي تحصل لك عن طريق إن أنت تبدأ تعمل رياضة وتبدأ إن أنت تعمل تمارين في البيت، مش لازم حتى تنزل الجيم. لو أنت مجرد هدفك إن أنت عايز تخس دهون أو إن أنت عايز تقلل وزنك، في تمارين كارديو اللي هي تمارين اللي بتحرق الدهون، في كمية تمارين مش طبيعية على اليوتيوب أو من أي مكان على النت تقدر تجيبها وتعملها، تبدا تطبقها في البيت بتاعك من غير ما تنزل جيم. لو انت مكسل او وقتك ما يسمحلكش ان انت تنزل جيم، الجيم اكتر بيكون لتقسيم شكل العضلات او ان انت عايز تعمل شكل جسم وتعمل عضلات وتقسيمه، لكن لو انت هدفك فقط ان انت تقلل وزنك فانت تقدر ان انت تعمل الحاجات ديت في البيت من غير اي مشاكل. تالت حاجه وهي ان انت بتاخد سناكس كتير على مدار يومك. احنا دلوقتي اتفقنا ان انت هتاخد 1500 سعر حراري مثلا على مدار يومك، طبعا كل جسم بيختلف، فال 1500 سعر حراري دول لما هتقسمهم على 3 او 5 وجبات دول هيكونوا النظام بتاعك فقط. اي حاجه زياده او اي تلقيطه زياده من هنا او اي تلقيطه من هنا زياده ده هيكون على النظام بتاعك او زياده على الجدول بتاعك اللي انت حاطه لنفسك، فدوت بالتالي مش هيخليك ان انت توصل لهدفك اللي انت حاطه لنفسك، او ان انت مش هتبدا تخس اي دهون او تبدا ان انت تقلل وزنك عشان انت دخلت كميه زياده عن الاقل اللي انت كنت المفروض تدخله لجسمك. فانت كده هتلاقي نفسك بتاكل زياده، ممكن تكون اصلا التلقيطات ديت تخليك ان انت تاخد زياده عن ال 2000 سعر حراري، زياده عن اللي انت اصلا جسمك محتاجه. فلازم تخلي بالك جدا من النقطه ديت عشان دي فيها تريكايه صعبه جدا. كمان لازم ان انت تكون جدي جدا في قرارك او في الحاجه اللي انت حددتها لنفسك. انا دلوقتي قررت ان انا هبطل اكل او ان انا هقلل كميه اكلي وان انا عايز ان انا اخس، ده هدفي اللي انا عايز اوصل له، لازم ابدا اشوف هعمل ايه عشان اوصل لهدفي اللي انا عايز اوصل له دوت. ما يكونش خالص اي في تشيتنج في النص او ان انا اعك او اخد اي حاجه من هنا وبتاع، لا لازم تبقى جدي جدا في قرارك لو انت عايز توصل للحاجه اللي انت حاططها لنفسك دي. لكن لو انت عمال تعبط ومش قد كلامك هتلاقي نفسك ما عملتش اي حاجه وبتضيع مجهود ووقت وفلوس على الفاضي. رابع حاجة وهي إن أنت مش بتشرب مية كتير. المية مش بس مهمة عشان الهضم، ولكن المية ليها فوائد كتيرة جدا ما نقدرش إن احنا نتكلم عليها في الفيديو ده، بجانب إن أنت دلوقتي لما هتاكل 3 أو 5 وجبات، المية طبعا هتساعدك في الهضم، لكن المية بتساعدك إن أنت تبدأ تزود الحرق، وأنت عايز تقلل وزنك فلازم تعمل أي حاجة تخليك إن أنت تبدأ تزود الحرق بتاعك، فلازم تاخد مش أقل من 2 ل 3 لتر مية في اليوم تشربهم على مدار يومك. الحاجات دي تقدر ان انت تبدا تطبقها وتبدا ان انت تمشي عليها وتتجنبها في النظام الغذائي بتاعك او النظام التمرين اللي انت هتحطه لنفسك، وتبدا تظبط الدنيا وتعمل لنفسك نظام غذائي. لكن لو الموضوع صعب بالنسبه لك محتاج حد يسهل عليك كل الموضوع دوت ويعمل لك برامج مخصصه ليك انت على حسب يومك، على حسب نظامك، شغلك، ايا كان اللي انت بتعمله على مدار يومك،
كل ده بيكون كاستمايزد وحاجات مخصصه ليك انت على مدار يومك في التدريب معايا. فلو انت عايز ان انت تتدرب معايا تقدر تبعت لي على الواتساب، اللينك في الديسكربشن، او على الانستجرام او فيسبوك او اي سوشيال ميديا عندي. تقدر تبعت لي هناك تسالني على كل التفاصيل وهتتبعت لك كل كده. شباب ده يكون فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشغلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديده، وتعملوا لايك للفيديو دوت وتكتبوا لي كومنت تحت لو اي حاجه عايزين تعرفوا عنها اكتر. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.